معدل التضخم في مصر انخفض بشكل كبير حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة، ووصل ل 12.8%. طبعا انت هتسمع الكلام ده وهتقول لي يا عم انخفض ايه وبتاع ايه، ما الاسعار مولعة ايه، انت مش معانا في البلد ولا ايه؟ تعالى كده في دقيقة افهمك يعني ايه تضخم ويعني ايه انخفض، وده بيأثر علينا احنا كده في ايه. التضخم معناها زيادة معدل ارتفاع السعر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني النهارده انا لو عندي منتج ب 100 جنيه وجينا الشهر الجاي لقيته هو ب 110 جنيه، يبقى انا كده عندي تضخم قيمته 10%. طب لو الشهر اللي بعده لقيته بقى ب 119 جنيه، كده التضخم نزل ازاي؟ ما هو الشهر اللي فات زاد 10 جنيه، بس الشهر ده زاد 9 جنيه بس، يبقى كده في عندي انخفاض في معدل الزيادة. ده اللي بنسميه انخفاض في التضخم. طب والانخفاض الكبير اللي وصل عندنا في التضخم ده في مصر وصل ازاي؟ التضخم اللي بنقيس عليه ده على اساس سنوي، يعني بنقارن فبراير 2025 بفبراير 2024. وفبراير السنة اللي فاتت كان معدل التضخم ضخم جدا، فلما بنقارنه بالسنة دي بنلاقي ان معدل الارتفاع قل بشكل كبير. عشان كده بنقول ان التضخم قل، وده اللي بنسميه تأثير سنة الأساس اللي هتسمعه كتير في الأخبار. طب من الآخر برضو إيه بقى المنتجات اللي معدل الزيادة بتاعتها قل؟ هو في حاجة كده زي مجموعات بيتقاس عليها: مجموعة الخضار، مجموعة الفواكه، مجموعة اللحوم، وهكذا. مجموعة الخضار التضخم فيها انخفض لأكتر من 8%. يعني هتلاقي مثلا البطاطس قلت بس البصل زاد شوية، لكن الخيار والطماطم قلوا، فالمعدل بشكل عام كده لمجموعة الخضار إن هو قل. هتلاقي مجموعة زي مجموعة الفواكه زادت بحاجة بسيطة، الفراخ، اللحوم وغيرهم برضو حصل فيهم زيادات، ولكن زيادات بسيطة مش زيادات كبيرة. وهنا أنا بأكد إحنا بنتكلم على زيادة ارتفاع معدل الأسعار، واللي ساعد في الموضوع ده كله تثبيت سعر المية، الكهرباء، الغاز والبنزين. طب ده معناه إيه بالنسبة لي؟ ده معناه بالنسبة لنا إن إحنا كده لو فضلنا ماشيين بنفس الطريقة المفروض إن معدل الزيادات يبتدي يقل واحدة واحدة لحد ما الدنيا تهدى أكتر وأكتر. طب لو جينا مثلا الشهر الجاي لا قدر الله وجات لجنة تسعير المحروقات وقالت لك إحنا هنزود البنزين، في الحالة دي احتمال طبعا يحصل ارتفاع في أسعار المنتجات كلها وبالتبعية زيادة تانية في التضخم. فهمت اللعبة ماشية إزاي؟ طب بوجه عام بقى لو فضلنا ماشيين والدنيا هادية ومفيش أي ارتفاعات جديدة، ده هيأثر بشكل عام في البلد إزاي؟ ده هيساعد البنك المركزي ان هو يقدر ياخد قراره ان هو يقلل الفايده، ولما هيقلل الفايده اكيد هيبقى فيه موجات تضخميه. بس لما التضخم كله يبقى قاعد بيقل او انا مقلل الفايده فيحصل زياده شويه في التضخم، الموضوع ممكن يتبلع. بس لو التضخم مرتفع البنك المركزي في الغالب مش هيبقى عارف يقلل الفايده، واحنا محتاجين يقلل الفايده علشان حركه الانتاج ترجع زي الاول والدنيا تمشي والعجله تدور والحياه تبقى اسهل، ونقلل الاستيراد بتاعنا فنوفر الدولار.